ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدوا أدلاء. ووزن كل امرئ ما كان يتقنه والجاهلون لأهل العلم أعداء. فاظفر بعلم ولا تجهل به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. فضيلة العالم الجليل الشيخ محمد الهواري مدير الإدارة الأزهرية بمركز أشمون يلقي علينا كلمة دينية، فليتفضل مشكورا. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، سبحانه 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 خلق الخلق ثم ليعرفهم مدى قدرته جل وعلا، فقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وبعد، نعيش هذه الدقائق نعيشها حول تعريف الموت. ما هو الموت؟ الموت هو مخلوق خلقه الله عز وجل. معقول الموت مخلوق زينا كده؟ ألم تقرأ قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة؟ إذن ما أحوجنا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، ما أحوجنا إلى رحمته سبحانه وتعالى. نعيش هذه الدقائق يا معشر المسلمين لكي نتفقد أحوالنا، ولكي يتأكد كل واحد منا أنه على هذه الحياة الدنيا إلا لهدف وإلا لشيء خصصه الله عز وجل إليه. وها نحن كل يوم نشيع ميتا إلى المقابر فلا نعتبر، مع أن الذي حمله اليوم سيحملونه غدا. فإذا لماذا هذا الجفاء الأكيد؟ إن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول: 8 للمرء لا بد منهم، وكل امرئ لا بد له من 8: حياة وموت واجتماع وفرقة وغنى وفقر ثم سقم وعافية. فهنا يقابل الحياة بالموت، والاجتماع بالفرقة، والغنى بالفقر، والسقم بالعافية. فمتى عرف الإنسان أنه ستخور قواه بعد أن كان عنفوان شبابه ومجده، يصبح هزيل الجسم شاحب الوجه وقد خارت قواه وعلى الشحب وجه. فيا ابن آدم، أما آن لك أن تعتبر وتتوب؟ يا ابن آدم، أما آن لك أن تحرك القلب وتخشع؟ يا ابن آدم، لا أجد من الكلمات ما أواسي هذه العائلة المحترمة إلا أن أهدي لهم بعض أبيات: قفا نبكي قفا نبكي قفا نبكي إن الحزن عات وهائل، وفجع الرحيل الصعب غاو وغائل. نحب بني الدنيا
ونوقن أننا سنرحل عنهم يوم تطوى المراحل. نعيش ونحيا غافلين عن الردى، نعيش ونحيا غافلين عن الردى، وكل إليه لا محالة جائل. وهو الموت، هو الموت، هو الموت يختار الكرام، هو الموت يختار الكرام ويصطفي الشموس ويشغل عن من هو ناسيا. هو الموت يختار الكرام ويختار الشموس، هو الموت. فلا تأمنن الموت أية حالة تكون، فأيام الحياة قلاقل. تركت فراغا لا يسده سواك، فأيامي عليك شواغل. إلى جنة الفردوس عد مطمئنة، إلى نفسك النسيم المشاغل. فيا ربنا يا ربنا يا ربنا ارحم صبرنا واحتسابنا، وهيئ لنا من أمرنا ما نحاوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يلهم آل الفقيد الصبر والسلوان، وأن يسكنه فسيح الجنان تحت لواء شفاعة سيد ولد عدنان. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد. أوما ترى أن المصائب جمة، وترى المنايا للعباد بمرصد. فإذا أردت مصيبة تسلو بها، فاذكر مصابك في الحبيب محمد. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. نشكر فضيلة العالم الجليل صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ محمد الهواري على هذه الكلمة الماتعة، قليلة المباني كثيرة المعاني، صنعة من طب لمن حب.